السلام عليكم. كيفكم يا حبيباتي؟ إن شاء الله بخير. أتمنى تكونوا بألف صحة وسلامة وهداة بال. إن شاء الله يكون يوم حلو عليكم وعلى الجميع. زي ما أنتم شايفين إن شاء الله بدنا نطبخ صينية دجاج بالأكياس. بدي أحط معاها بطاطا حلوة وبطاطا عادية. طبعا أنا غسلت البطاطا قشرتها وقطعتها. بدي أحكي لكم المكونات: ملح وزعتر وإكليل الجبل. زعتر وإكليل الجبل، نعم. في عندي كمان فلفل أسمر وكاري وماجي باودر، وفي بصل وليمون وتوم. كمان البطاطا الحلوة والبطاطا العادية. وبدي أفلفل معاه رز، طلبوا مني البنات رز فأنا بدي أعملهم بس كاستين. وفي كمان دجاج. هدول كل المكونات. الطريقة سهلة وسريعة وراح تعجبكم إن شاء الله. تعرفوا لحديت الآن ما جربت رز بالأكياس، بس إن شاء الله راح أجربها معاكم، راح تكون أول مرة معاكم إن شاء الله. إن شاء الله في الأيام الجاي كمان بنعمل أكلات بحرية بالأكياس وراح نتفنن فيه إن شاء الله يعجب الجميع. بالنسبة للدجاج بالأكياس أسهل منها ما في. يعني أي حدا بيجي عليه ضيف على السريع يجيب هالأكياس ويحط الأغراض فيهم هالقدرة، بالكتير ساعة بكون الأكل جاهز. بدي أبلش بالخطوات. في كيس شواء لازم نحط معلقة صغيرة طحين، نضل نحرك فيه زي ما انتو هيك شايفين. راح يضل فيه بالكيس طحين، خلوه ما بيأثر. إن شاء الله بدي أقسم البطاطا على كيسين، تعملوا الكمية حسب عدد أفراد أسرتكم. بالنسبة للليمون حطوا ليمون وكتروا. هسا بدنا نجي للبهار. بدي أحكي لكم إنه البهار ما تكتروا، لأنه هو نفسه الدجاج دسم، والبطاطا الحلوة بتعطي طعم طيب. أنا حطيت فلفل أسمر، يعني انتوا لاحظوا نص معلقة صغيرة من كل نوع. حطيت فلفل أسمر نص معلقة، وكاري نص معلقة، وماجي معلقتين صغار. أما بالنسبة للزعتر لأكليل الجبل، من كل نوع نص معلقة صغيرة بكفي، ما بدنا إياه كتير الطعم يكون ظاهر، بدنا إياه هيك إشي خفيف وناعم. وكمان الزعتر والأكليل الجبل إذا كترتوه في الأكل رح يطلع هيك شوي على مرار. سألت مرة عن الفرق بين العصفر والكركم. شوفوا يعني هاي نبتة وهاي نبتة بس بيعطوا نفس اللون. اختلاف بسيط إنه الكركم بكون مايل على كموني أكتر، والعصفر بيعطي لون أصفر فاتح جميل جدا جدا. يعني الأصفر خلوه مثلا للرز، الرز بيعطيكم صفار حلو. أما إن الكركم استخدموه كتير مع الأكلات، يعني لون الكموني هاد بروح بمشي مع باقي البهارات بيمشي الحال. طعم والله ما في طعم، اللي بيميز العصفر من الكركم اللون بس. لما ربطنا الكيس هيك بدنا هسا نعمل له شوي فتحة بالسكين. ضروري هون تحطوا جوا الصينية كمان كاسة مي، جوا الصينية مش جوا الأكياس، جوا الصينية كاسة مية كبيرة، مج كبير، عشان يساعد على الاستواء. هاي الصينية راح تقعد في الفرن ساعة بالتمام، بنزل الأكل مستوي على الطبقة الوسطانية، على الشبك الوسطاني، وعلى درجة حرارة 180. في هاي المرحلة أنا عم بساوي الرز. طبعا انتوا بتعرفوا احنا بنحب الرز مع الشعرية، وحكيت لكم طريقة الرز من زمان يعني، فما فيش داعي إني أعيدها. بدي أحكي لكم
إنه لما استوى الدجاج حطيته في البايركس ورجعته على الفرن تحمير. يعني هذا هيك عندي محمر وجاهز ما شاء الله. بس ما بيطلع من الأكياس محمر نهائيا، بيطلع كأنه مسلوق سلق بس. أما بالنسبة للصوص اللي على الدجاج، هذا من الدجاج ومن البطاطا. وهيك كان أكلتنا، شايفين بسم الله ما شاء الله اللون كتير رائع وطيب. الأكل شوي هيك على الصفار، مو من البطاطا الحلوة. هذا من بهار الكاري، بيعطي فيه هيك لون حلو. على الصفار بيعطينا الكاري، بيعطي لون حلو. وهيك حبيباتي خلصت أكلتنا. والله شو بدي أحكي لكم عن الريحة، يعني كل اللي بفوت بيحكي بسم الله ما شاء الله. الريحة طيبة طيبة كتير كتير. لما بدكم تاكلوا هاي الأكلة مع لبن مع شغلات اللي بناسبكم اكلوها. وهيك يا حبيباتي بتمنى انها تكون الأكلة عجبتكم. هسا الشغلة شو بدها يا حبيباتي؟ بدها كاسة شاي. أنا بشرب الشاي بدون سكر، بس بدي أحط معلقة واحدة بس بكفي. والله أنا ما بشوف أطيب للشاي النفل. الشاي النفل يا أخواتي والله يعني أزكى، أنا بشوفه أطيب. بحن كتير للشاي النفل. الأكلة كانت دسمة شوي وبدها شوية شاي هيك. حط هون نعناع. تفضلوا تفضلوا حبيباتي اشربوا معي شاي. شو بتحبوا تشربوا الشاي حبيباتي؟ والله أنا منه علي كل النكهات طيبة، سواء بالنعناع سواء بالمرمية بالزعتمان. بحب الهال كتير طيب، بحب الهال وبالقرفة كمان. كله كله طيب، المهم الشاي يتنكه. بكاستي المفضلة، شايفين أحلاها؟ يا سلام يا سلام. هيك يا حبيباتي خلصت الطبخة تبعتنا، إن شاء الله بتشوفوا وجهكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.